بين سمسار وزبون. يحصل ميسور الحال على أحدث السيارات اللبنانية التي تمضي سريعة بزجاج مفيم على الشوارع السورية. قافلة طويلة من السيارات المخالفة والمسروقة تدخل بصورة غير طبيعية لسوق السويداء قادمة من لبنان إلى سوريا، وتحمل صفة مهمات خاصة وبأسعار منافسة. تحت أعين الفروع الأمنية والحواجز الحكومية تجوب سيارات غريبة الشوارع الرئيسية لمحافظة السويداء، وبات بإمكان حادثي النعمة امتلاك أحدث السيارات المصنوعة منذ 2010 بمختلف أنواعها الكورية واليابانية والألمانية بمبلغ 2000 إلى 7000 دولار. من المهرب؟ يتفق جميع المنخرطين في سوق العمل هناك على أن حزب الله اللبناني له الدور البارز في هذا الموضوع، وذلك من خلال أعوانه في لبنان وسوريا لجذب الشباب الطامح والطامع في دخول عالم المال والربح السريع. طريقة الشراء: تتم عملية الشراء بمنتهى السهولة من خلال تحديد الزبون لنوع السيارة ومواصفاتها مقابل عمولة 1000 دولار، بموازاة التواصل مع عدد من السماسرة والوسطاء الذين تربطهم مصالح متشعبة مع حزب الله اللبناني. وبحسب شاهد عيان فإن السيارات تدخل عن طريق بوابة العريضة بمهمة تحمل اسم نفاذ دون أن يتعرض لها أحد من الحواجز الأمنية والعسكرية المنتشرة على طول الحدود من حمص إلى السويداء، إضافة إلى تفعيل مجموعة مفتوحة على موقع فيسبوك تحت مسمى سيارات السويداء وارد لبناني. أين الحكومة؟ تغض شرطة المرور العين عن توقيف هذه السيارات رغم علمها بأن بطاقة النفاذ الصادرة من لبنان لصالح حزب الله مؤقتة ومخالفة، ولا يمكن لأحد أن يفكر بتفتيشها أو الطلب من سائقها إزالة الفيميه العازل للرؤية. وبحسب صاحب محطة محروقات فإن غالبية السيارات تحصل على البنزين بصورة سلسة دون الخضوع للدور بعد دفع الرشا وشراء أصحابها للبطاقات الذكية من الفقراء. وتنتشر هذه السيارات الفخمة في السويداء وصلخد وشهبة، وقد كانت الحكومة السورية قد أوقفت الاستيراد واعتمدت في البيع والشراء على المستعمل والمجمع. أضرار وجود هذه السيارات في السويداء: أجمع أصحاب مكاتب بيع وشراء السيارات أن الحدود السهلة المفتوحة مع لبنان قد تحمل معها المخدرات بكل أنواعها والتي باتت تنتشر في سوريا، وساهم وجودها أيضا بكساد سوق السيارات السورية. الدفع: يتم الدفع بالدولار الأمريكي حصرا أيا كانت منطقة البيع. ويقول التجار إن صفقة رابحة للبنانيين المتعثرين بمشاكلهم الاقتصادية والمعيشية وللسماسرة السوريين ولجامعي الدولار الأمريكي وسط تسهيلات واضحة من الحكومة السورية.